مبدئيا كده كونك انك بتدور على اجابة السؤال ده الا وهو ما معنى الحياة، صدقني ده معناها ان انت ماشي على الطريق الصح. وعايز اقول لك حاجة كده على جنب بصوت واطي، يعني معظم الناس عايشة في ديستوبيا، معظم الناس مش عارفة اجابة السؤال ده، ولا لا عشان اصيغها لك احسن، معظم الناس ما عندهاش الرفاهية ان هي تسأل نفسها السؤال ده، ولا حتى خطر في بالها. اصل برضه يعني هي ايه معنى الحياة؟ النهاردة في حلقة جامبل بيناقش السؤال ده، لا وكمان بيناقشوه صرف، يعني احنا مش هنقعد ندور على المعنى والرسالة اللي ورا الرسالة، لا خالص، هو حرفيا بيسأل السؤال دايركت. وده الغريب في الموضوع، الكرتون دايما بيفاجئني اللي هو ازاي يا جماعة، ازاي تنشروا حاجة زي كده، ازاي تنزلوا حاجة زي كده للأطفال؟ الحلقة اللي هنتكلم عنها هي حلقة ذا كويستشن. الحلقة بتبتدي ان جامبل وداروين بياكلوا حلويات اسمها سماش بيلوز، لكن فجأة بيدخلوا في حالة هلوسة غريبة. داروين بيسأل هو مين اللي اخترع الكورن فليكس ده، وجامبل بيرد عليه وبيقول له الناس هي اللي اخترعت كل حاجة. ومن هنا السؤال بيبتدي يكبر، هو ايه الهدف من حياتنا احنا؟ ومن اللحظة دي الحلقة بتتحول من هزار عن كورن فليكس وسكر لرحلة بحث عن سؤال كبير جدا، ما معنى الحياة؟ جامبل بيقرر ان هو لازم يعرف الاجابة، وداروين بيقرر يساعده، فبيبداوا يلف على شخصيات مختلفة وكل شخصية بتديهم اجابة مختلفة تماما. واول محطة كانت لاري. جامبل وداروين بيدخلوا المحل وبيسألوا لاري عن معنى الحياة. لاري بيجاوب بثقة ان معنى الحياة هي الشغل. بالنسبة له أهم حاجة إن الإنسان يبقى مفيد، حياته تكون ماشية بنظام واضح، يصحى يستحمى يروح الشغل يشتغل طول اليوم يرجع البيت ينام، وبعد كده يعيد نفس الدورة تاني. بعدها بيروحوا لألين. ألين بيقدم إجابة ألطف. ألين شايف إن معنى الحياة هو إن أنت تكون طيب مع الناس وتساعد غيرك، وغيرك يساعد حد تاني، وفي الاخر العالم يبقى مكان احسن. بعد كده بيروحوا لنيكول. جامبل وداروين بيرجعوا البيت ويسألوا نيكول نفس السؤال. نيكول بتفكر شوية بعدها تطلع بإجابة عنيفة جدا، انك تسحق اعدائك وتشوفهم مرعوبين قدامك وتسمع صراخهم، وبعدها ترجع للطبيعة عادي يعني، وتقول ان معنى الحياة ممكن يكون العيلة، وبالنسبة لها الاتنين شبه بعض. وبعدها بيروحوا ريتشارد بيدي إجابة فلسفية بس على طريقته هو، يعني هو شايف إن معنى الحياة هو الاستمتاع بالحواس، الأكل، الراحة، اللذة، الإحساس بالشبع والرضا. لكن الحلقة بتخلي الإجابة دي باينة سطحية شوية، لأنها تحولت عنده لمجرد أكل وكسل وإشباع لحظي، فالإجابة مش شافية إلى حد ما. وبعد كده بيروحوا لأنيس وبيسألوها إيه معنى الحياة، وأنيس بتنصح نصيحتين جمال جدا، بس في نفس الوقت الاتنين متناقضين. بتقول إن معنى الحياة هو إنك تطور نفسك وتتعلم أكبر قدر ممكن، لأن المعرفة هي الطريق الوحيد لفهم الحياة، لأن كل ما تتعلم أكتر كل ما تقدر تجاوب على أسئلة أكتر. لكن جامبل وداروين بيبدأوا يسألوها أسئلة غبية ومزعجة. أنيس بعد ما تسمع الأسئلة الغبية دي بتوصل لاستنتاج عكسي تماما، بتقول لهم انتوا في 3 جمل بس أثبتوا إن هي مش عايزة تعرف كل حاجة. لو رحلة المعرفة هتوصلها لأسئلة سخيفة بالشكل ده فهي تفضل الاختيار التاني، الجهل المريح، blissful ignorance. وبعدها بيروحوا للطبيعة. جامبل كان شايف ان افضل حد يسألوه هو الطبيعة نفسها، فيقرروا يسألوا سنجاب. وبعد شوية سوء تفاهم ما بينهم السنجاب بيبتدي يشرح لهم معنى الحياة بس من منظور الطبيعة. الإجابة كانت بسيطة وقاسية، تاكل أو تتاكل. بعديها السنجاب يتاكل والتعبان اللي أكله يتاكل، وحلقة الحياة والموت في الطبيعة بتبتدي. بعدها بيروحوا يسألوا الأموات. بعد ما يهربوا من الغابة بيوصلوا للمقابر، هناك بيقابلوا زومبي طالع من قبره. داروين بيسألوا عن معنى الحياة بما إنه عاش ومات وشاف النهاية. الزومبي بيجاوب إن معنى الحياة هو إنك تعيشها للآخر. هو شايف معنى الحياة من المنظور ده لأنه نط من الطيارة ومات، وبيحاول يقنعهم بسؤال مهم جدا، هل تفضل تعيش 70 ثانية بأقصى متعة ولا 70 سنة من حياة مملة؟ بس جامبل وداروين بيختاروا 70 سنة فورا. انا ليه هودي نفسي في داهية يعني؟ اجابة الزومبي كانت ان انت تعيش حياتك للاخر، لكن الحلقة بتوضح ان عيشها للاخر ممكن تبقى مجرد تهور قصير يعني، وينهي حياتك بدري. بعدها بيروحوا للمدربة بتاعتهم، بتقول لهم ان معنى الحياة هو ان انت تلاقي نفسك. بالنسبة لها اكتشاف الذات محتاج رحلة صعبة، ومن خلال الرحلة دي هو هيعرف هو مين. بس جامبل بيتخيل الرحلة دي كلها وبعدها بيوصل لاستنتاج بسيط جدا، ان هو كسلان مش محتاج يطلع جبل ولا يمر ببحر عشان يعرف كده. بعدها بيروح يسأله الكون. بعد كل المحاولات الفاشلة دي جامبل بيقع على الأرض وبيسأل الكون نفسه ايه معنى الحياة.
الكاميرا بتطلع من الأرض للفضاء، والكواكب تسمع السؤال ده وتقرر ترد عليه بأغنية كونية. إجابة الكون كانت إجابة زبالة، يعني إجابة حزينة شوية. الكواكب بتشرح إن الإنسان لما يبص لنفسه بيحس إن هو مهم، لكن لو بص للصورة الأكبر هيكتشف إن هو صغير جدا. الأرض نفسها صغيرة جنب الكواكب، والكواكب صغيرة جدا جنب الشمس، والشمس صغيرة جدا جنب المجرة، والمجرة صغيرة جدا جنب الكون. ومن منظور الكون حياة الإنسان لا تساوي شيء. 100 سنة على الأرض مجرد فليكر، ومضة صغيرة جدا في الزمن الكوني. إجابة الكون في الصورة الأكبر أنت حياتك ملهاش أي 30 لازمة. دي مش إجابة مريحة، دي إجابة بتسحب المعنى كله من تحت رجلك. مش بتقولك اشتغل أو حب عيلتك أو ساعد الناس، بتقولك إنك صغير جدا لدرجة إن مشاكلك وحياتك كلها ممكن تكون بلا وزن في حجم الكون. بعدها بيروحوا يسألوا سوسي، ودي آخر محطة هم هيوصلوا لها. سوسي قاعدة بترمي مايونيز للحمام، وشكلها أبعد شخص ممكن تتوقع منه حكمة يعني. وبيسألوها فعلا، وسوسي بترد عليهم وتقول لهم إن الحياة مش عن الوصول للنهاية، لكن عن الرحلة نفسها، عن الطريق والصحاب اللي بتقابلهم والتجربة اللي بتعيشها وانت بتدور. وبعدين تقول الفكرة الأهم، إن البحث عن المعنى هو نفسه اللي بيدي للحياة معنى. يعني الحلقة مش بتقول إن في إجابة واحدة جاهزة، بالعكس كل شخصية كان عندها جزء من الإجابة، لكن ولا واحدة كانت عندها الإجابة الكاملة. لاري كان عنده الشغل، ألين كان عنده مساعدة الناس، نيكول كان عندها العيلة، ريتشارد كان عنده المتعة، أنيس كانت عندها المعرفة، الطبيعة كان عندها البقاء، والزومبي كان عنده المغامرة، المدربة كان عندها ان انت تكتشف ذاتك اهم حاجة، والكون يعني انا مش هتكلم على الكون صراحة. وسوسي كان عندها الخلاصة. سوسي بتقول ان المعنى الحقيقي للحياة هو ان انت تلاقي طريقتك الخاصة في الاستمتاع بالحياة. ومن هنا الحلقة بتقفل، لكن الحلقة في الاخر مش بتختار اجابة واحدة وتقول ان ده الصح، هي بتقول ان الانسان ممكن يضيع عمره بيدور على اجابة نهائية، مع ان جزء كبير من المعنى بيتبني وهو بيدور. طب دلوقتي الحلقة حطتنا في معضلة معينة، ان يا اما الاجابات كلها صح، يا اما الاجابات كلها غلط، يا اما بعضها صح بالنسبة للبعض وبعضها خطأ بالنسبة للبعض. ايه بقى؟ ايه بقى؟ حتى الان انا برضو مش فاهم ايه معنى الحياة. ما احنا عشان نحل مشكلة زي دي، وده رأيي الشخصي الذي يقبل الصواب او الخطأ عادي جدا، لازم نعرف الاول هي ايه الحياة بالنسبة لنا، بعديها نحدد معناها. لازم نعرف ايه الحاجة اللي احنا عايزينها، او الحاجة اللي احنا مش متخيلين نفسنا من غيرها. بعض الناس ممكن تكون الحاجة دي بالنسبة لها هي الحب او الكره، نظام او الفوضى، الحياة او الموت. وبعض الناس ممكن تكون الحاجة اللي هم مش متخيلين نفسهم من غيرها هي الحرية. بس السؤال اللي بيطاردني دايما بعد اي سؤال بسأله لنفسي، ماذا بعد؟